اول مره اتفرج فيها على مسلسل ديكستر وقعت في حب شخصيه ديكستر جدا، رغم ان هو مجنون وبيقتل ناس كتير، بس برضه في الاخر هتلاقيك بتسيب كل الشخصيات الطبيعيه اللي في المسلسل وبتركز بس مع الشخص الوحيد اللي بيبقى فيه حاجه غلط. متقلقش، انت مش مريض نفسي ولا حاجه عشان تحبهم، لا دي حاجه طبيعيه جدا، لان الشخصيات المجنونه دي بتمثل الجانب المظلم اللي جوانا واللي اكيد مش هنتجرأ في يوم من الايام ونعمله، عشان كده بنحس بالمتعه واحنا بنشوفهم. النهارده هنقيم وهنقارن اكتر شخصيات مريضه نفسيا في تاريخ المسلسلات، وفي الفيديو ده هيكون فيه جو جولدبرج وهانيبال واخيرا ديكستر، وهنشوف مين هياخد جايزه اكتر مريض نفسي وخطير برضه في نفس الوقت في فيديو النهارده. التقييم هيكون كالتالي: رقم 1 عدد الضحايا، وهو عدد الناس اللي الشخصيه المجنونه دي قتلتها اثناء المسيره بتاعتها. رقم 2 ذكاء كل شخصيه سايكوباتيه، لان المفروض الشخصيات دي تبقى ذكيه عشان يعرفوا يهربوا من الجرائم اللي هم بيعملوها. رقم 3 الاسلوب اللي بيعملوه في طريقه الجرائم بتاعتهم، هل بيقتلوا الناس بطريقه عاديه ولا بيقتلوهم بطريقه غريبه وذكيه. واخيرا نهايه كل شخصيه، هل نجح من الهروب ولا مسيرته انتهت. متنساش تقولي في الكومنتات على شخصيه حبيبها تكون موجوده في الاجزاء الجايه لو حابين، فجهز نفسك عشان النهارده ندخل جوه حياه السيريال كيلرز وهنكتشفهم واحد واحد. نبدا بجو جولدبرج من مسلسل يو. جو جولدبرج ده بيمثل 70% من الشعب الموجودين في العالم، بسبب اللي هو كل شويه يقول لنفسه انا خلاص هبطل الجنان والهبل اللي انا بعمله ده وهبدا حياه جديده خالص من غير اي مشاكل، انا هسافر واغير اسمي ومحدش يعرف عني اي حاجه وهبدا حياه جديده. عامل كده زي الشخص اللي بيقول من بكره هنزل بعد الفجر اجري واهتم باكلي واروح الجيم، في الاخر ما بيعملش اي حاجه من الحاجات دي. جو بيظهر بشكل واضح اللي هو بيعاني من اضطراب التعلق، وده بيبان في طريقه تعامله مع الحب والعلاقات. كل ما يشوف بنت جديده يقول اوف هي دي شريكه حياتي الحقيقيه، هي دي اللي انا هبدا معاها حياتي الجديده المختلفه. بس كلنا بنبقى عارفين في الاخر الموضوع بينتهي ازاي. جو بدا يتحول لشخص مجنون بدايه من طفولته، اتعرض لطفوله صعبه جدا، امه كانت مهمله وابوه كان عنيف بيقعد يضرب في مراته وابنه، عاش في بيت كل شويه يحصل فيه خناقه، ده خلاه يتكون عنده صوره مشوهه عن الحب، فبقى شايف ان الحب يعني السيطره الكامله حتى لو بالعنف او بالقتل، المهم اللي هو يخلي نفسه مثالي قدام البنت اللي بيحبها حتى لو هو هيقتل. من مميزات جو برضو اللي هو رومانسي، او رومانسي من نوع تاني. جو مش بيحب بالطريقه اللي كلنا عارفينها، جو عنده اسلوب معين، بيراقب البنت اللي بيحبها وبيتجسس عليها، لا ومش كده وبس، بيتدخل في كل تفاصيل حياتها، بيقنع نفسه اللي هو بيعمل كده عشان يحميها. هي عموما دي جملته المفضله، هو بيعمل كده بس عشان هو مجنون، لانه بيخاف يتساب او حد غيره يتحب مكانه. بس هل ده مبرر لجو؟ اكيد لا. جو حب 6 بنات، 6 بحالهم. اول واحده وهي كانديس، كانت قبل احداث الموسم الاول، بعد ما اكتشفت حقيقته قتلها، او زي ما هو كان فاكر اللي هو قتلها، عشان بعد ما دفنها قدرت تهرب وترجع في الموسم الثاني. وتاني واحده وهي بيك، كانت حب حياته الاول وكانت هي اكتر واحده يحبها، وبعد ما اكتشفت الحقيقه بتاعته جو عرف ان هي مش هتفهمه وهتروح تبلغ عنه، وده بعد ما شاف الخوف في عينيها، ضربها عشان يغمى عليها وحبسها في الصندوق بتاعه، حاولت تهرب بس قتلها في الاخر. بعدها بنيجي اللوف اللي كل الناس بتحبها، دي كانت مختلفه شويه لانها كانت زي جو بالظبط وقتلت ناس قبل ما تدخل في علاقه مع جو. لوف لما عرفت حقيقه جو ما تخلتش عنه، بالعكس اتقبلته واحتوته، بس جو ما حبش كده عشان بقى حاسس ان في حد تاني مسيطر عليه، حد خانقه كده، زهق منها وراح خانها مع واحده كانت شغاله في مكتبه، ما اعرفش بصراحه ازاي جاله قلب يخون لوف معاها، ما علينا. في اخر الموسم الثالث لوف قررت تقتل جو عشان اكتشفت ان هو ما بقاش يحبها وفقد الشغف ناحيتها، وعرفت ان هو بيحب مريان البنت بتاعت المكتبه، وهي عشان مهووسه زي جو فكانت ناويه تقتله. جو اكتشف كده وقدر يقتلها هو الاول. بنوصل لكيت وهنا جو اتغير معاها فتره وبقى غني زيها وقعد فتره طويله جدا ما يقتلش حد، وبسبب موقف معين اضطر اللي هو يرجع يقتل، ولما رجع قتل الشعور وحشه اكتر من الاول، تحس روحه اتردت فيه تاني من اول وجديد، فرجع زي زمان للقتل، لا وكمان اسوأ. شاف كيت مش متقبله الحقيقه بتاعته وراح خانها مع برونتي، البنت اللي كل الناس كرهتها بسبب النهايه الغريبه بتاعت المسلسل، اتعلق ببرونتي وحبها كالعاده. في الاخر جو حاول يقتلها كالعاده، بس هي الوحيده اللي انتصرت على جو، اتقبض عليه في الاخر وتعاقب بالسجن المؤبد. وهنا المخرج بوظ شخصيه جو ودمرها كلها، لان جو كان ذكي جدا في كل المواسم اللي فاتت. فبالتالي تقييم جو كسيريال كيلر كالتالي: عدد الناس اللي قتلها جو على مدار ال5 مواسم وهم 23 شخص، هو رقم نوعا ما مش كبير جدا برده مش قليل في نفس الوقت. بالنسبه للذكاء ممكن اديله 7.5 من 10، بيعرف يكذب وبيقنع اللي قدامه بكلام مش حقيقي، بس مشكلته ان العاطفه بتاعته بتتغلب عليه احيانا. بالنسبه لاسلوب القتل 7 من 10، وده لسبب اللي هو اوقات بيبقى عشوائي جدا وبيقتل الناس ممكن يسيبهم زي ما هم مقتولين في الشارع، اوقات بيخطط واوقات لا، بمعنى اصح عشوائي. بس بصراحه فكره الصندوق حلوه وشكلها مميز. نيجي لنهايه جو الكارثيه، 5 من 10 يا جو، 5. ايه الدرجات دي؟ التقييم الاجمالي لشخصيه جو 6.5 من 10، وده مجموع التقييمات على عددها. نيجي للشخصيه اللي بعدها، ديكستر مورجان، هي شخصيه من اكثر الشخصيات اللي بحبها ومتعلق بيها، يعتبر جو جولدبرج نسخه مصغره منه، بس الفرق بينهم هما الاثنين ان ديكستر عاقل شويه، بيقتل ناس فعلا تستحق الموت، شغال في مركز شرطه بس في نفس الوقت بيقتل المجرمين اللي بيستاهلوا الموت في السر، عكس جو تماما، اي حد يقول له صباح الخير يقتله. ديكستر مورجان مريض نفسي بس حالته مع
معقده شويه غير اي حد تاني. تعال نفهم ليه. في بدايه القصه ديكستر مش فاكر كتير عن حياته. قبل ما يتبناه ابوه قال لديكستر ان اهله ماتوا في حادثه عربيه وهو خده من مكان الحادثه. وهو عنده 7 سنين هاري اللي هو ابوه اكتشف ان ديكستر بيقتل الحيوانات اللي حوالين البيت. فهم وقتها اللي هو عنده ميول سيكوباتيه وبيحس برغبه في القتل شديده، فقرر بدل ما يقاوم ده يعلمه يوجه الرغبه دي في حاجه تانية مفيده احسن. يعني بدل ما يقتل الحيوانات يقتل ناس تستحق الموت فعلا، الناس اللي بيعملوا جرايم، الناس اللي بتسرق، الناس اللي بتقتل، الناس اللي بتعمل حاجات غريبه دي ديكستر يقتلهم. عشان كده راح واشتغل في مركز الشرطه عشان يسهل عليه يلاقي الناس اللي يستاهلوا الموت فعلا، وعشان برضه يبعد عنه الشك اللي هو بيقتل، عشان اكيد يعني مستحيل حد شغال في مركز الشرطه يروح يقتل المجرمين. وهو عنده 2 سنين شاف بعينه امه وهي بتتقتل بطريقه مرعبه على ايد 3 تجار مخدرات. ديكستر قعد حوالين دم امه لفتره طويله وده اللي خلاه عاوز يقتل دايما. شايف نفسه مش شبه البشر، بيتكلم عنهم كانهم كائنات تانية مش بني ادمين، بيقول دايما اللي هو فاضي من جوه زي الدونتس كده، وانه بيقتل بس عشان يحس اللي هو عايش. بيقول اللي هو ما عندوش مشاعر وان كل حاجه بيعملها مجرد تمثيل عشان الناس ما تكتشفش الحقيقه بتاعته. كمان مش بيهتم بالعلاقات والحاجات العاديه دي بتاعت البني ادمين، شايف علاقته مع ريتا مجرد جزء من التمثيل بتاعه، وهو اصلا بيقرب ليها عشان الناس ما تشكش فيه اكتر. الغريب اللي هو بيحب الاطفال، يعني شخص مرعب وبيقتل المجرمين بالليل وبيعمل حاجات مخيفه، بس برضه كيوت كده وبيحب الاطفال، بيعتبرهم اذكى واحسن من الكبار. عشان كده ديكستر بيكمل علاقته مع ريتا مش علشانها لكن عشان ولادها اللي اتعلق بيهم. بس بعد موت ريتا ديكستر اكتشف اللي هو كان بيحبها بجد، اتضايق جدا عشان حس ان هو ما كانش بيقدرها زمان، ومن بعدها بدا يتحول ويكسر القاعده بتاعته اكتر من مره، عشان هو في الاول كان بيقتل المجرمين بس دلوقتي الموضوع ما بقاش كده، قتل ناس بريئه ما تستاهلش الموت، كان مستعد يقتل اي حد يهدده حتى لو كانوا ناس قريبه منه، زي لما قتل الشرطي اللي كان معاه. ودي كانت اكتر مره ديكستر يخلي فيها القاعده بتاعته. هو ما حسش باي ندم وقتها، كل اللي فكر فيه اللي هو يهرب مع ابنه، لكن في اخر لحظه ابنه واجهه بالحقيقه وواجهه بالغلط بتاعه، وديكستر فهم انه بقى زيه زي اي مجرم تاني. فاكرين لما جو جولدبرج قتل 23 شخص؟ احب اصدمك واقول لك ان ديكستر قتل في ال8 مواسم الرئيسيين بتوعه 135 شخص. انتوا متخيلين الفرق؟ في الاخر اقدر اقيم ذكاء ديكستر في عمليات القتل بتاعته ب 8.5 من 10. هو ذكي في اللي هو بيخلي الناس ما تشكش فيه، بس احيانا العاطفه بتتدخل فيه زي علاقته باخوه او ابنه. بالنسبه لاسلوب القتل بتاعه هديله 9.5 من 10. كل جريمه بيعملها بيبقى مركز فيها قوي وبيبقى مخطط ليها من اصغر تفصيله لاكبر تفصيله عشان يتجنب اي دليل عليه. في الاخر بيتخلص من الجثه بشكل ذكي. ونيجي للنهايه بتاعته اللي يعتبر صدمت ناس كتير جدا، ودي ممكن اديله 6 من 10. نهايه ضعيفه جدا مقارنه بشخصيه كبيره زي ديكستر فضلت تتبني طول السنين دي. وبعدين في الاخر ديكستر ما ماتش ولا اتفضح ولا تعاقب حرفيا، معرفش ايه النهايه الغريبه دي. وبكده التقييم الاجمالي لديكستر هو 8 من 10، لولا بس ان النهايه بتاعته ضعيفه كان خد 10 من 10 مرتاح. انا لو وريتك صوره الشخص ده وقلت لك ان الشخص ده اخطر حد في فيديو النهارده طبعا ممكن ما تصدقش. شخص جايب شعره على جنب ولابس بدله ولابس كرافته ومروق على نفسه من الاخر. في الحقيقه هانيبال دكتور نفساني، بس في حاجه بتضايقه جدا وهي قله الذوق. بيكره قله الذوق بشكل مش طبيعي، يعني اي حد ما بيعاملوش كويس او بيبقى فيه قله ذوق كده في الطريقه بينهي على حياته حرفيا. بس الكارثه انه بعد ما بيقتل الضحيه بياكلها، ودي الحاجه اللي مخلياه اخطر حد في فيديو النهارده. المرعب كمان في هانيبال انه فاهم النفس البشريه كويس جدا، من اول مره بيشوف اي حد بيقدر يعرف عنه حاجات كتير جدا، بيفصصه حرفيا وبيلاحظ تفاصيل محدش بياخد باله منها. المشكله لو عمره ما بيطبق التحليل ده على نفسه، بيكره فكره ان حد يحاول يشرح او يحلل شخصيته، واي تحليل الناس حاولت تقوله عنه هو بيرفضه تماما. اي حد يقول له انت كذا يقول له انت كذاب. هانيبال عنده نوع من الذوق او الاتيكيت، رغم ان هو قاتل بس تحسه برضه محترم في نفس الوقت، بيكون ممتن جدا للناس اللي بتعامله باحترام. الناس اللي بتعامله كويس بيشيلهم فوق دماغه، بس اي حد عكس كده انت عارف طبعا اللي بيحصل. يا سلام على الاخلاق، طول عمرك محترم يا هانيبال. في اوقات فراغ الدكتور المحترم ده بيقلع البدله بتاعته وبيتحول لاشهر قاتل متسلسل في المنطقه، بيقتل ناس وبيختار اعضاء معينه من جسمهم وبيصنفهم كانهم خنازير، لانه شايف نفسه استغفر الله العظيم يعني اله وبيقرر مين يعيش ومين يموت. الغريب في هانيبال اللي هو سايكوباتي في نفس الوقت دكتور نفسي، يعني الاتنين عكس بعض تماما. دليل اللي هو عنده ذوق عالي اللي هو بيعيط لما بيسمع الاوبرا. تخيل واحد بياكل لحوم البشر، واحد مجنون حرفيا، يسمع الاوبرا ويتاثر ويعيط. بس ايه اللي وصله للشكل ده؟ ليه بيحب ياكل لحوم البشر؟ هل في حاجه في طفولته خليته كده؟ بالتاكيد ايوه، اكيد مفيش حد طبيعي بيتعمل لوحده كده. هانيبال مر بظروف مأساوية وهو طفل، اتجبر وقتها اللي هو ياكل اخته الصغيره في شويه شوربه. انتم متخيلين؟ اول جريمه قتل ليه كانت انتقام لاخته لما كان خدود النازيين اللي قتلوها وهو عنده 18 سنه. رغم كل الجرايم والكوارث دي هانيبال بيفضل عايش وحر، وده اللي يخليه اكتر شخصيه مرعبه. نيجي لوقت التقييم. هانيبال في كل المواسم بتاعته قتل 45 واحد. بالنسبه للذكاء فهدي ذكائه 9 من 10، بيقتل بطريقه معقده جدا وبيبقى فيها نوع من انواع الفن كده. اسلوب القتل
بتاعه 9 من 10 برضه. هانيبال مش بيقتل عشوائي، لا ده بيحول كل جريمه لمشهد فني فيه رموز ودلالات على حاجات معينه مهمه، كل حاجه بيعملها بتبقى محسوبه ومتخططه. بالنسبه للنهايه ممكن اقيمها 7 من 10. هتقولي ليه مش 10؟ هقول لك عشان النهايه مفتوحه بشكل اوفر شويه. التقييم الاجمالي لشخصيه هانيبال كمريض نفسي وسايكوباتي 8.5 من 10. وبكده بعد ما اتكلمنا عن جو جولدبرج وهانيبال وديكستر، بنعرف في الاخر ان في المركز الاول لاكتر شخصيه مريضه نفسيا وخطيره برضه في نفس الوقت هو هانيبال بتقييم 8.5 من 10، وفي المركز الثاني ديكستر بتقييم 8 من 10، في المركز الاخير وهو جو بتقييم 6.5 من 10. بس الترتيب بالنسبه لعدد الضحايا هيبقى المركز الاول ديكستر ب 135 ضحيه، والمركز الثاني هانيبال 45 ضحيه، وجو الاخير 23 ضحيه. كده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك متنساش تدوس لايك وتشترك في القناه. كان معاكم علي، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.